السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيداتي وسادتي متابعاتنا على قناة المنتخب تيفي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. سعيد بأن أرحب بكم في هذه الإطلالة التلفزيونية المواكبة لمختلف الأحداث الرياضية اللي كتطرح على الساحة الرياضية الوطنية. طبعا كان موعدنا بالأمس مع مباراة ودية للفريق الوطني المغربي في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائية كأس افريقيا للأمم كوت ديفوار 2024. مباراة ودية بأهمية بالغة في سياقات مهمة جدا خاضها الفريق الوطني المغربي بالأمس بأبيجان أمام المنتخب الإيفواري، مستضيف البطولة الإفريقية والنسخة الرابعة والثلاثين لكأس افريقيا للأمم. ولعلكم تذكرون على أنني قلت على أن هذه المباراة تكتسي أهمية بالغة، أولا لسياقتها الزمنية، ثم أيضا لأن الفريق الوطني المغربي غادي يلعب في مسرح الأحداث أو في مسرح العرض الإفريقي، لأنه الكوت ديفوار وأبيجان تحديدا هي اللي غتستضيف البطولة، علما أن الفريق الوطني المغربي سيجري مبارياته في إطار المجموعة السادسة بملعب لورون بوكو بمدينة سان بيدرو اللي كتبعد حوالي 368 كيلومتر على مدينة أبيجان. ولكن كان المهم هو أن الفريق الوطني يتواجد في الأجواء المناخية على الخصوص اللي غتلعب فيها كأس إفريقيا للأمم. ولعلي وكنت ولعلكم أيضا كنتم وكنا متيقنين من أن أهمية هذه المباراة تتكمن في أن الفريق الوطني المغربي سيوضع تحت الاختبار على مستويات كثيرة، لأن هذا هو الهدف حقيقة من إجراء مباريات ودية، محكات ودية، لنقيس أولا درجة الجاهزية، لنقيس ثانيا درجة استعداد اللاعبين لخوض الاستحقاق الإفريقي، ولنقيس أيضا درجة التفاعل ديال اللاعبين مع الأجواء المفترض أنهم يعيشوا فيها خلال كأس إفريقيا الأمم. والأمر يتعلق أولا بطبيعة كرة القدم الإفريقية، ويتعلق ثانيا بالجوانب المناخية اللي عندها تأثير كبير جدا على اللاعبين، خاصة الذين يتواجدون في شمال إفريقيا، ولو أن هذه الأشياء ما عادت لتقبل بها كأعذار يمكن أن نبرر بها هذه النتيجة. طبعا كان مهم أننا نبحثوا على النتيجة خلال هذه المباراة، كان مهم أيضا نبحثوا على جوانب من الأداء الجماعي اللي غادي تعطينا الاطمئنان، وكان من الضروري أيضا نلاحظوا كيف سيتفاعل، كيف سيتصرف، كيف سيتكيف الفريق الوطني مع الظروف المستجدة، أنهم يواجهون أولا منتخب كوت ديفوار، المنتخب اللي ملقات على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا، إذ أن جماهيره تعلق عليه آمال كبيرة للتنافس على هذا اللقب. أيضا الأرقام والمعطيات وأيضا المسار الجيد للفريق الوطني خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال كأس العالم، كيخلي أنه غادي يدخل هذا كأس إفريقيا للأمم في توب المرشح للفوز باللقب. إذن هذه الأشياء كلها كنا نبحث عنها أكثر ما كنا نبحث عن النتيجة، ولو أنه دائما ما أقول على أن المدربين والناخبين الوطنيين تيبحثوا دائما على النتائج ديال الانتصارات باش يعطيو الدينامية للانتصارات ويخلقوا ديك الثقافة الانتصارية عند اللاعبين. ومن ثم يعني ما كان أبدا لنقبل على أن الفريق الوطني في ثاني خرجة إفريقية له مع وليد الركراكي على أنه يؤمن بالهزيمة. نعرف جيدا على أن أول مباراة خاضها الفريق الوطني مع وليد الركراكي خارج المغرب في الأدغال الإفريقية كانت بجنوب إفريقيا برسم الجولة الخامسة لتصفية كأس إفريقيا للأمم، المباراة التي خسرناها وكلكم يذكرون ذلك بهدفين لهدف واحد. إذن هذه المباراة ديال كوت ديفوار دخلها الفريق الوطني المغربي، وكما تنبأنا بذلك دخل بالتشكيلة تماما اللي تصورناها أو اللي توقعناها، على اعتبار أن الغياب ديال كل من سفيان أمرابط وحكيم زياش، سفيان بوفال من فترة طويلة وهو يغيب أيضا، قلنا على أن هذه المراكز الثلاثة بالذات غادي يملأها وليد الركراكي بنفس الطريقة اللي ملأ بها هذه الأماكن خلال مباراة بوركينا فاسو. فاعتمد على ياسين بونو، اعتمد على الخط الدفاعي المعروف حكيمي، عطية الله، أقرد، وغانم سايس عميدا، ثم اعتمد
في خط المركز لاعب الارتكاز على نصير المزراوي، في 3 ديال اللاعبين اللي واقفين امامه كان او 4 لاعبين: امين عدلي، عز الدين اناحي، سليم املاح، امين حارث، وامامهم يوسف نصيري. اذا تقريبا شكلت 4-1-4-1. احيانا كتعطيني انطباع انها كتحول الى 4-1-3-2، ولكن دائما بقينا في ذات النسق. وكان من الضروري اننا نقيسوا على غرار مباراة بوركينا فاسو اللي كان فيها الاداء الجماعي نسبيا افضل بكثير، ولكن انا اتصور على ان بتغير السياقات، بتغير الامكنه، يتغير ايضا نظام الاداء. يعني لما لعب الفريق الوطني المغربي في مدينه لانس الفرنسيه في اجواء مناخ مختلف جدا، مناخ معتدل، يعني كيشبه كثير المناخات اللي كتلعب فيها كيلعبوا فيها اللاعبين مع نواديهم الاوروبيه. الامر اختلف كثيرا في الكوت ديفوار، حيث كانت ابيجان يوم السبت كتعيش يعني تحت حراره تصل الى 30 درجه، وهذه هي افريقيا. ولو انه كان احيانا الغمام السحاب تسيطر على الاجواء، ولكن كان هناك 30 تقريبا 29-30 درجه ديال الحراره، نسبه رطوبه عاليه جدا كتوصل الى 80 حتى ل 90%. ولكم ان تتصوروا على ان الرطوبه عندما تصل الى هذه المستويات القياسيه كيكون عندها تاثير كثير على الفيزيونوميه ديال اللاعبين. يعني عمليه التنفس كتولي بطيئه جدا، كيكون هناك شبه اختراق عند اللاعبين، خاصه غير المتعودين على مثل هذه المناخات. فهذا العنصر ما يمكنش نغفلوه في انه الفريق الوطني المغربي قدم، انا في اعتقادي، واحده من أسوأ المباريات في الفترة الأخيرة. يعني حتى مباراة جنوب إفريقيا ما كانش الفريق الوطني بهذا السوء، وهذا مرده من العناصر اللي غادي نتكلموا عليها. عنصر ديال المناخ بدون ادنى شك، لانه كان عنده تاثير مباشر، ولعلكم شاهدتوا انه كان عنده تاثير حتى على اللاعبين الايفواريين اللي تيلعبوا بميدانهم وامام جماهيرهم. اللاعبين الايفواريين يعني في الثلث الاخير من المباراه ما استطاعوش تماما انهم يكملوها بنفس النسق، خاصه انهم عمدوا الى رفع الايقاع، الى محاوله المباغته ديال الفريق الوطني. طبعا ماذا حدث يعني بمعزل عن التعادل اللي كان، انا اتصور نتيجه ايجابيه، لانه ما تخسرش معناه انه تبقى في ديناميه ديال التعادلات او الانتصارات. ولكن اللي كنا كنقلبوا عليه، اللي كنا كنبحثوا عليه، هو ان الفريق الوطني المغربي يعطينا الاحساس على انه قادر يسيطر على المواقف، هو اللي يصنع الاحداث، لا ان يصنع بأن يفعل في المباراة، لا أن يفعل فيه خلال المباريات. شاهدنا كيف أن المباراة بدأت يعني بوتيرة بطيئة جدا. المباراة ما كانش فيها نسق مرتفع، مباراة كان فيها حراسة لصيقة على مفاتيح اللعب، تواجد كبير ديال اللاعبين في وسط الميدان، شبه اختناق في المسالك ديال العبور نحو المرمى ديال هذا الفريق او ذاك الشيء اللي خلى ان المباراه تبقى غادا في واحد النوع من الرتابه. طبعا غادي تجي فرص للمنتخب الايفواري شاهدناها، خاصه الكرتين اللي نقدهم نايف اقر تقريبا من على خط المرمى بعد ما انهزم ياسين بونو، وايضا الهدف الذي سجل في الدقائق الاخيره من الشوط الاول باش ياكد لنا شيء واحد. اولا ان ياكد لنا اشياء كثيره. اولا ان الفريق الوطني المغربي في حاله الارتداد من الحاله الهجوميه الى الحاله الدفاعيه، كيخلي فراغات على مستوى وسط الميدان، وهذا الشيء غير مسموح به تماما. لان ملي كنلعبوا بالضغط يعني بلوك ميديان، ما كنكونوا صراع في عمليه التحول، خاصه من الناحيه الهجوميه الى النواحي الدفاعيه. والحال ان الفريق الوطني المغربي ما كانش عنده ديك السرعه في التحول، وايضا في الاسترجاع ديال الكره، لان هذه عمليه اساسيه جدا. خلينا الفريق الايفواري كي يحتكر الكره في وسط الميدان، خلينا الكلمه العليا للمنتخب الايفواري على مستوى وسط الميدان. وهنا ظهر
على أنه مثل ما قال وليد الركراكي في كثير من المناسبات أن سفيان أمرابط لاعب لا يعوض، سقى بمعنى الكلمة. ولو أننا تحايلنا على ذلك بإدخال نصير المزراوي، ولكن نصير المزراوي أنا في اعتقادي مع طبيعة كرة القدم الإفريقية لا يمكن أن يؤدي الأدوار التي نتطلع إليها. فإذا كان هناك أخطاء على مستوى التحول من الناحية الهجومية إلى الناحية الدفاعية، يضاف إلى ذلك عملية إخراج الكرة من المنطقة كتكون فيها اخطاء كثيره. ارتكب نايف اكرد خطا، ارتكب غانم سايس خطا، ارتكب ايضا ياسين بونو خطا. وهذه الاخطاء ارتكبت اخطاء على مستوى وسط الميدان، يعني خطا في التمرير كيعطي كره في مناطق حساسه جدا للمنتخب الضيف او المنتخب الخصم او المنافس، فكيوجد طريقه سريعا الى المرمى. كان بالامكان كوت ديفوار انه يسجل من كرتين لولا يقظة نايف أكرد، ولكنه أفلح أخيرا في تسجيل هدف اللي تقدم به خلال الجولة الأولى، وهو تقدم أنا في اعتقادي كان منطقيا باعتبار صيرورة المباراة، باعتبار الفيزيونومية اللي كانت ماشية فيها المباراة. وتأكد على أن الفريق الوطني المغربي اشتكى في هذه المباراة، ولعله من الدروس التي قلنا بأن يجب أن يتعلمها. والجميل في مباريات مثل هذه اللي كنخوضوها على ارض التباري، على مسرح ديال الاستحقاق الافريقي، لعبوها في الكوت ديفوار. كانت هذه فكره جيده جدا ان نلاعب المنتخب الايفواري على ارضه وبين جماهيره، لانه غادي نلعبوا كاس افريقيا. هنا كان من الافيد والاجدى اننا نعملوا هذه الامور هذه، لان اعطتنا مجموعه من الحقائق. انا اتصور على ان وليد الركراكي خصو يوضعها في الاعتبار. وهنا غادي نجيو طبعا الشوط الثاني اللي تحولت فيه الامور نسبيا الى لصالح الفريق الوطني، خاصه مع دخول بعض اللاعبين اللي اعطاو ديناميه لوسط الميدان. انا كنعني بلال الخنوس بطبيعه الحال، كنعني عبد الصمد الزلزولي، كنعني ايوب الكعبي، اعطاو ديناميه لوسط الميدان، وخلى ان الفريق الوطني المغربي يرجع في نتيجه المباراه. هذا مهم لاننا تعادلنا ولم ننهزم، وهذا شيء اساسي. ولكن انا اتصور على انه وليد الركراكي وضع اليوم بمنتهى الامانه امام خلاصات كثيره يجب انه يستوعبها باسرع طريقه ممكنه، حتى انه يكون جاهزيه كامله لمواجهه الاستحقاق الافريقي متمثلا في كاس افريقيا للامم. اول هذه الاشياء، اولا ضروره التكيف مع الاجواء، ان اللاعبين يجب انه يتعودوا على انه يلعبوا في درجه حراره عاليه وفي درجه رطوبه عاليه، ويحاولوا ما امكن انه يكيفوا الاداء الجماعي ديالهم مع هذا المعطى الاستراتيجي، المعطى المناخي. ثم ايضا اننا ما نبقاوش نثقوا بهذيك نسميها كره ديال القويتات، كنا كنسميو كره القويتات، ديك عباره عن التمريرات القصيره، ولكن في غياب هذاك القوه البدنيه. لانه افريقيا كتربح فيها المباريات عندما تربح معركه وسط الميدان، كتربح فيها المباريات عندما كتربح الالتحامات القويه. وقد شاهدنا انه بعض المرات الاخطاء اللي كتعلن في البطولات الاوروبيه ما كتعلنش في افريقيا، وهذا عنصر مهم جدا خصنا ناخذه في الاعتبار، اننا نلعبوا كره قدم مبنيه على اللمسه الواحده وعمليه تبادل الكرات في مناطق صغيره جدا، ولكن بافتقاد او بعدم استعمال هذيك القوه البدنيه، خاصه عند الالتحامات اللي خصنا نربحوها. انا اتصور على انه هذا لن يفضي الى اي شيء من اي نوع كان. وبالتالي انا انتظر من وليد الركراكي على انه يراعي هذه النقطه بالذات، على انه يهيئ اللاعبين على ان تكون عندهم الشراسه، لانهم غاديين لافريقيا باش يربحوا مباريات وباش ينافسوا على لقب. وباش تربح مباريات وتنافس على لقب افريقي خص تكون عندك الشراسه، عندك تكون القوه، تكون عندك القدره على العوده في المباريات. لنا العديد من المفاتيح، وانا اتصور على ان هذا الشكل ديال الفريق لا بشريا ولا تكتيكيا ولا اسلوب لعب، خصو بعض التغييرات البسيطه جدا باش يستطيع الفريق الوطني انه تكون كلمته هي العليا على مستوى المباريات اللي غيخوضها في كاس افريقيا للامم. لا احاول ان اصدر صوره سوداء، ولكن المباراه التي شاهدنا، وانا اقول
يعني في ظل الانزعاج ديالنا، في ظل عدم اقتناعنا بالاداء، في ظل عدم اقتناعنا ايضا بنتيجه المباراه، انا اتصور على ان رب ضاره نافعه في هذا التعادل، في هذه المباراه بالذات، في هذا المحك الودي اللي خدناه. تعلمنا اشياء كثيره، ادركنا اشياء كثيره، عرف وليد الركراكي وعرفوا اللاعبون على ان غادي يكون خبز اسود هناك ينتظرهم في منافسه كاس افريقيا الامم، على ان المباريات يجب ان تربح بلا ريغور، انها تربح بالصرامه، تربح ايضا بالقوه والشراسه والقدره على ربح الالتحامات. وهنا كنشوف على ان عوده ان شاء الله سفيان امرابط كتبقى ضروريه جدا، لانه لاعب لا محيد عنه في انه هو اللي كيهز وسط الميدان على ظهره، وهذيك الشراسه اللي عند سفيان امرابط هي اللي مطلوبه من لاعبي وسط الميدان، لانه غير ذلك انا لا اتصور على اننا ممكن ان نربح النزالات على المستوى الافريقي، ثم ايضا تكون عندنا نجاح اكبر على مستوى الخط الهجوم. هنا يمكن نوه بامين عدلي اللي ولو انه كيلعب المباراه الثانيه وكيلعب المباراه الاولى في افريقيا، الا انه كان عنصر بيركوتو، عنصر يعني دائما ما كيحاول يخلق الاكثريه العدديه عن طريق التمريرات الكبيره ديالو. بقي فقط على اننا لعبنا بامين حارث كلاعب وسط اكثر منه كلاعب جناح، الشيء اللي خلى ان الجهه اليسرى تبقى دائما معطله بشكل كبير وما تكونش فيها هذيك الانسيابيه المنتظره. ايضا اشرف حكيمي اللي انتظرنا انه يعمل الغزوه على مستوى الرواق الايمن، ما قدمش المباراه اللي كنا كنتوقعوا منه. سليم املاح ايضا كان تقريبا غائب على الفورمه. عز الدين أناحي ادرك جيدا على ان طريقه اللعب اللي كيعتمد كثير غادي تكلف الشيء الكثير امام المنتخبات الافريقيه، امام كره القدم الافريقيه. لا اتصور على اننا نتشائم بعد هذا الذي شاهدناه من مباراه من الفريق الوطني امام كوت ديفوار، ولكننا نؤكد على ان ضروره مراجعه مجموعه من الاشياء. لابد وان وليد الركراكي اليوم يدرس دراسه عميقه جدا كل المعطيات التقنيه، البسيكولوجيه، التكتيكيه والتقنيه اللي خرج بها من المباراه امام كوت ديفوار، ليدرك جيدا ان هناك عمل كبير ينتظره، على ان هناك متغيرات يجب ان تطرا على مستوى منظومه اللعب، على مستوى وضعيات بعض اللاعبين، وعلى مستوى ايضا الشراسه التي يجب ان يتسم بها اداء الفريق الوطني، سواء كان مهاجما او مدافعا، الامران سيان. كأس إفريقيا الأمم لا تربح إلا بهذه الطريقة، المباريات الإفريقية لا تربح إلا بهذه الطريقة. إذا ننتظر مباراة ليبيريا اللي من المنتظر أن الفريق الوطني وليد الركراكي يلعبها بلاعبين اللي ما حظوش بمساحات أو مساحات لعب في مباراة كوت ديفوار، مباراة ودية أخرى، في انتظار أننا نواصل عملية التحضير لكأس إفريقيا للأمم شهر نوفمبر القادم. إلى أن ألقاكم في فرصة قادمة بحول الله، أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات، تبقوا على خير وإلى اللقاء.